انتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست ليه؟ بودكاست اللي بيناقش عن مشاعر الإنسان وتساؤلات كتير بتدور في بالنا، اللي يمكن لو لينا لها إجابة نعرف نواجه مشاعرنا بشكل صحي. وسؤال حلقتنا النهاردة عن ليه بنحكم على الناس من مظهرهم؟ عمرك شفت حد لأول مرة وحسيت من شكله انك عرفت شخصيته، من لبسه، من طريقة كلامه أو حتى تعبيرات وشه، وبدأت تتكون عنه رأي كامل من غير ما تعرفه أصلا؟ مخنا بطبيعته بيحب الاختصار. لما بنقابل شخص لأول مرة ومعندناش معلومات كفاية عنه، فالمخ بيحاول يجمع أي تفصيل قدامه ويستخدمها عشان يعمل صورة سريعة عنه، وده ممكن يحصل في ثواني. المشكلة ان الصورة السريعة دي مش دايما بتكون صح. ممكن شخص يكون شكله هادي فنفتكره مغرور، أو شخص بيتكلم بثقة فنفتكره متكبر، أو حتى حد لابس بطريقة مختلفة عننا فنحكم عليه من قبل ما نعرفه، وده اسمه الانطباع الأول. المشكلة إننا ساعات بعد ما نكون الانطباع بنبدأ ندور على حاجات عشان نثبت الانطباع ده، بدل ما نسأل نفسنا هو أنا فعلا عرفت الشخص ده؟ عشان كده مش كل إحساس خدته عن الشخص من أول انطباع يبقى هو الحقيقة. يمكن انت شفت شكله بس لسه ما شفتش حكايته. يا ترى بقى كم شخص حكمت عليه من أول نظرة وبعدها عرفت إنك كنت غلطان؟